السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع حضراتكم عرض آخر الأخبار وآخر التطورات اللي دايما بتثير الجدل على كل مواقع التواصل الاجتماعي خلال ال 24 ساعة اللي فاتوا. الفنانة سماح أنور وابن الفنان الراحل سمير صبري بيحصل ما بينهم مشادات وخناقة كبيرة جدا بسبب الميراث. طب ايه علاقة الفنانة سماح أنور بالموضوع أساسا؟ وليه حصل ما بينها وما بين ابن الفنان الراحل سمير صبري مشادات؟ ومش بس كده، هتكلم مع حضراتكم عن فضيحة رانيا يوسف ورامز جلال والصورة التذكارية اللي خدتها الفنانة رانيا يوسف في لندن، والكلام اللي قالته المثير للجدل عن اللاعب المصري محمد صلاح. الواحد يضايق من التنمر. يا سلام عليك يا رانيا يا نجمة البطالة يا مسيطانة. انزعجت من الانتقاد لهلا. نيجي بقى للفنان هشام سليم والضجة المنتشرة خلال ال 24 ساعة اللي فاتوا بمجرد ما أعلن عن مرضه بمرض الكانسر. كل التفاصيل دي معانا النهارده، استنوني محمد عوض. البدايه حابب ارحب واشكر حضراتكم على دعمكم وعلى جهدكم المبذول والملموس ليا، ولكن قبل ما نبدا اي كلام يلا بينا كلنا نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا نبدا الكلام. ولكن فضلا وليس امرا، يا ريت لو المحتوى بتاعي عجبك او الفيديو عامه عجبك ما تنساش تدعمنا بلايك وشير الفيديو علشان يوصل لاكتر عدد من الناس وتشوفه. اول خبر معانا النهارده بخصوص المشادات والخناقه اللفظيه والكلاميه ما بين الفنانه سماح انور وابن الفنان الراحل سمير صبري، واخبار كتيره جدا منتشره على السوشيال ميديا بخصوص الميراث وبخصوص هذا الشأن تحديدا. واللي تدخل في الموضوع واللي برضه افصح عنه نقيب المهن التمثيليه الفنان اشرف زكي. طب ايه الموضوع وليه الضجه الكبيره دي كلها بعد وفاه الفنان الراحل سمير صبري وبعض التساؤلات اللي حصلت خلال الفتره اللي فاتت في الوسط الفني ان نقابه المهن التمثيليه برئاسه الدكتور اشرف زكي هي اللي اتكفلت بجنازه الفنان الراحل سمير صبري، في اشاره يعني من الناس ان هي بتقول ان الفنان سمير صبري رحل عن الدنيا وهو ما معهوش اي جنيه. ولكن الاخبار دي اخبار مغلوطه واخبار كاذبه ليس لها اي اساس من الصحه، والفنان سمير صبري ليه ميراث وميراث كبير كمان، وده السبب الرئيسي اللي خلى برضه في بعض الاخبار المتداوله والمنتشره والشائعات بخصوص خناقه او مشادات ما بين ابن الراحل سمير صبري والفنانه سماح انور. طب ليه الناس ربطت الاحداث دي او ربطت المشاكل ما بين الفنانه سماح انور وابن الفنان الراحل سمير صبري؟ زي ما اتكلمت مع حضراتكم قبل كده وقلت في اكتر من فيديو ان ابن الفنان الراحل سمير صبري هو يعمل دكتور خارج مصر وتقريبا في لندن او في اي بلد خارج جمهورية مصر العربية، وده اللي اثر عليه واللي ما خلاهوش يجي يلحق او يحضر جنازة والده سمير صبري. وكان اتكلم عن الموضوع ده قبل كده الفنان سمير صبري رحمة الله عليه في اكتر من حلقة تلفزيونية او برنامج تلفزيوني، وكان بيوضح للناس هو ليه مقيم لوحده، لان هو متزوج من سيدة اجنبية وخلف منها ابنه الدكتور ده، وكلهم مقيمين خارج مصر في فترة بعيدة جدا، وده السبب الرئيسي اللي خلى ابنه ما يحضرش جنازة والده سمير صبري. طب الموضوع بخصوص المشكلة ما بين سماح انور وابن الفنان الراحل سمير صبري بكل بساطة زي ما حضراتكم عارفين ان الفنان سمير صبري رحمة الله عليه كان طلع في برنامج تلفزيوني قبل كده وقال ان هو كان بيربطوا علاقة حب وود ما بينه وما بين الفنانة سماح انور، وحب قبل كده ان هو يعرض عليها فكرة الجواز، ولكن هي رفضت في التوقيت ده تحديدا، وده اللي خلى الناس تربط الاحداث اللي بتحصل دلوقتي بعد وفاته او بمعنى اصح بعد الجنازة بتاعته ان سماح انور كانت متزوجة فعليا من الفنان سمير صبري. وكل الاخبار الرائجة والمنتشرة بسبب ان في خناقة او في الميراث ما بين الفنانة سماح انور وابن الفنان الراحل سمير صبري كلها اخبار كاذبة ليس لها اي علاقة من الصحة، ومفيش اي اخبار بتأكد الكلام ده، او اصلا مفيش اخبار بتأكد ان الفنان الراحل سمير صبري تزوج فعليا من الفنانة سماح انور. فيا ريت يا جماعة نتوخى الحذر قبل نشر اي معلومة او اي خبر يخص الراحل سمير صبري، لان هو خلاص في ذمة الله والمفروض لا يجوز لي الا الدعاء عليه بالرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان. نيجي بقى للخبر التاني معانا النهاردة وتفاصيله بخصوص فضيحة رانيا يوسف. وليه انا بقول فضيحة رانيا يوسف؟ لان اسم رانيا يوسف النهاردة بقى بيقترن بأي فضائح او اي اخبار مثيرة للجدل، ودايما بتتصدر مواقع البحث على جوجل والترند بأي خبر مثير للجدل على السوشيال ميديا كلها. فطبيعي لما يتقال كلمة رانيا يوسف لازم يتقارن جنبه بفضيحة او بفستان مكشوف او باي حاجة من اللي حضراتكم عارفينها اللي دايما بتثير الشكوك وبتثير الجدل، والناس كلها بتتساءل هي بتعمل كده ليه. لكن النهاردة احنا جايين نتكلم عن تصريحات رانيا يوسف
بخصوص اللاعب محمد صلاح. وهنتكلم برضو لما اتسألت عن الفنان رامز جلال وتصريحاته المثيرة على رانيا يوسف قالت ايه. كل ده هنشوفه في الفيديو الصغير ده. الواحد يضايق من التنمر. يا سلام عليك يا رانيا يا نجمة البطالة يا مسيطانة. انزعجتي من الانتقاد اللي قاله هو وفان دام؟ رامز عشرة عمر وعارفه انه ما بيقصدش حاجه وحشه، عارفه يعني ساعات ممكن الواحد يضايق من التنمر لو هو حاسس انه النيه اللي ورا التنمر مش حلوه. وزي ما حضراتكم شفتوا الفنانه رانيا يوسف كانت بتداعب الجمهور وبتهزر معاه وبتقول ان محمد صلاح هو اللي ليه الشرف ان انا اتصور معاه، في اشاره واضحه يعني ان هي كانت بتتصور مع تمثال محمد صلاح. وقالت الجملتين دول عشان تثير الجدل والناس كلها تلتفت لرانيا يوسف تاني من جديد. وزي ما حضراتكم عارفين ان رانيا يوسف برضه بقالها فتره بعيد عن المجال الفني او عن اي عمل سينمائي او درامي خلال الفترة اللي فاتت دي كلها، فكان لازم تطلع كده بتصريح مثير يستفز الناس والجمهور علشان الناس تقعد تتكلم عنها وتتصدر كل مواقع البحث على جوجل. نيجي بقى للخبر الثالث والاخير معانا النهارده بخصوص الفنان هشام سليم واللي صدم الجمهور وصدم الناس كلها بعد خبر تم تداوله على كل مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مرضه بمرض خطير وهو الكانسر. ايه تفاصيل الموضوع ده وليه الناس كلها عامله ضجه على السوشيال ميديا بخصوص الكلام ده؟ الموضوع بدأ مع اول مداخله تليفونيه من الفنان هشام سليم مع احدى البرامج التلفزيونيه اللي اكد واقر ان هو فعلا مريض بمرض الكانسر، وده اللي الناس كلها تعاطفت معاه بمجرد ما سمعت الخبر ده. وكان بيقول تحديدا المرض ده احسن من مرض الكوفيد اللي بيخلص على ارواح الناس في ظرف 3 ايام فقط. ومتهيألي السرطان اللي بتقولوا عليه دلوقتي احسن من جات اللي بتضيع البني ادمين في 3 ايام دي. اقول لكم ايه بس، الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا كويس وانا بخير لحد دلوقتي. وده تحديدا الخبر وتفاصيله اللي كان منتشر خلال ال 24 ساعة اللي فاتوا بخصوص الجدل على مرض الفنان هشام سليم. نسأل الله ان هو يشفيه ويعافيه ويشفي جميع مرضى المسلمين اجمعين. ودي كانت نهاية اخبارنا النهاردة. يا ريت لو المحتوى بتاعي عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو علشان يوصل لاكتر عدد من الناس وتشوفه. كان معاك محمد عوض.